بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مبروك لمصر، مبروك لمصر، مبروك لمصر، مبروك لصلاح، مبروك للاعيبة الرجالة، مبروك لكل واحد النهاردة اتشد بجد خلال المباراة. وهي دي بقى الوطنية والروح المصرية بجد. يمكن الماتش اللي فات احنا هنتكلم في حته بسيطه كده عن الانتماءات والكلام ده. في الماتش اللي فات في ناس كانت عايزه مصر تخسر، وفي ناس عايزه مصر تكسب، وفي فئه معينه عايزه صلاح يبقى وحش، وفي فئه معينه عايزه مش عارف حسام يخسر عشانه، وفي ناس عايزه حسام يكسب. يعني كان في انقسام الماتش اللي فات، انما ماتش النهارده من قبل المباراة. وده بقى اللي احنا عايزين ننوه عليه الفترة اللي جاية، ان كل ما بتخش في التقيل الوطنية بتعلى والانتماء بيزيد. لان انا بصراحة الماتش اللي فات ده ما عجبنيش حاجات كتيرة، سواء قبل مباراة زيمبابوي او بعد مباراة زيمبابوي. حاسس ان كان في انقسام، ان في ناس مش مهم المنتخب يكسب ولا ما يخسرش، المهم ان حسام ما يكسبش او ان هو صلاح ما يكسبناش. يعني كان في انما النهارده بعد مباراة النهارده كده او من خلال المباراة كله مشدود، كله مستني ان مصر تكسب بغض النظر عن مين كويس ومين وحش، تشكيل حلو تشكيل وحش، تشكيل فيه اخطاء، تغييرات فيها اخطاء بالكوم، وكل الكلام ده على جنب. انما حتة او نغمة المكسب عليت قوي النهارده. وده لما بتيجي وتلاعب فرق تقيلة، يعني لما بتلاعب فرق تقيلة، منتخبات تقيلة. طبعا انت من ضمن الناس اللي هي كانت مستنيه المنتخب يخسر، تطلع تقول انا صح، تطلع تقول انا عندي حق. طب هنروح بعيد ليه؟ تعال اسمعك انت نفسك قلت ايه الماتش اللي فات. في الباص السليم. وخلي بالك ده جنوب افريقيا ثلاث ارباعها بيلعبوا بتوع صن داونز، يعني الكوره في الرجل، الباص من رجل لرجل بسهوله، التحرك بسهوله. وبص على الجون التاني اللي جه، وبص على الجون اللي هو اتلغى، اللي هو اتحسب اوفسايد. بص على الجونين دول، شوف التحركات عامله ازاي. هل حسام عبد المجيد بقى وياسر ابراهيم هيسدوا مع الناس دي الماتش اللي جاي؟ ما اعتقدش. ده النهارده الفيرود بيجيب الجون التاني يعني من خرم الابره، قام جاي يا دوبك هات وخد وقام جاي لطش في البعيده، والجون ما شاء الله طول بعرضه كان ده حتى